هذا الكلام ليس دفاعا عن المغرب وليس حبا فيها، بل دفاعا عن الحقيقة. الحقيقة بتقول المغرب خسر مباراة وخسر لقب كان مستني من 50 سنة، بس الحقيقة بتقول انه الفريق الثاني انسحب وراحوا المغاربة يراضوه مشان يرجع. كان احسن لهم يضل منسحب ويتوجوا. والحمد لله انه ابراهيم دياز ما جاب الهدف من ضربة جزاء بالدقيقة 99. ليش؟ لانه حيقولوا فاز المغرب بالتحكيم وبالواسطة وما بعرف شو. المغرب ما بيحتاج ابدا انه يثبت نفسه لاحد، هو رابع العالم، هو بطل العالم للشباب، هو بطل افريقيا للمحليين، هو بطل العرب، هو ثالث الاولمبياد. ما تحتاجوا تثبتوا شيء لاحد. اليوم افرحوا بمنشآتكم الكبيرة المبهرة ببناكم التحتية، افرحوا بجمهوركم. أمانة لا تقسوا على الرقراقي، لأنه لو توجتوا كان حيصير بطل بشغلة ضربة جزاء. لا تقسوا على إبراهيم دياز، لأنه إبراهيم دياز اختار منتخب المغرب وتوج هداف للبطولة. ما راح لعب لإسبانيا اللي عرضت عليه اللعب مثل ما عمل بعض اللاعبين ولعبوا لإسبانيا بدل المغرب. ارفع راسك، أنت مغربي ولا يهمك، دائما ديما مغرب.